المشاهدين، لكل انسان فينا هوايات كثيره عديده بيحاول انه ينميها بشكل او باخر، ولكن عايزين نشاهد هوايه التواضع او جمع واقتناء التواضع ومعرفتها واهميتها وقيمتها مساله الى حد كبير منتشره منذ زمن بعيد، ومكتبه الاسكندريه تهتم اهتمام كبير جدا بالثقافه عموما، ومن انواع الثقافه المعرفه، لان عندما نتعرف على طابع فمن المفترض ان احنا بنعرف الطابع ده بيرجع الى زمن ايه وايه المناسبه الخاصه بيه. حول هذا الموضوع اعزائي المشاهدين بيسعدنا اللقاء مع الاستاذ عبد الوهاب شاكر، اخصائي باداره المستشارين بمكتبه الاسكندريه، اهلا وسهلا، والمسؤول عن قسم التواضع من موقع ذاكره مصر المعاصره، اهلا بحضرتك. وايضا بيسعدنا ان يكون معنا على الهواء الاستاذ رأفت احمد الخمساوي، المستشار الاعلامي لجمعيه هواة التواضع بالاسكندريه. اهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم بخير. خليني اسالك يا استاذ عبد الوهاب، هذا القسم معني بايه في مكتبه الاسكندريه؟ أنا في الواقع حابب أتكلم في الأول عن مشروع ذاكرة مصر المعاصرة في البداية. المشروع ده عبارة عن أكبر مكتبة رقمية بتهتم بتوثيق تاريخ مصر الحديث والمعاصر من عهد محمد علي باشا إلى عهد الرئيس أنور السادات. الموقع بتاعنا بيشمل مجموعة أقسام، أهمها على الإطلاق فكرة هو بيتناول أهم الحكام اللي حكموا مصر، رؤساء الوزراء، الشخصيات العامة المشهورة في المجتمع المصري، الموضوعات الاجتماعية والسياسية والتاريخية. بيخلد فكرة العناصر الهامة في المجتمع المصري، زي فكرة الطوابع زي ما اتكلمت حضرتك، زي العملات والنقود، زي الوثائق اللي بتتكلم عن الفترة التاريخية دي. هو بيشمل كل المقتنيات اللي كلمت حضرتك عنها بهدف توثيق التاريخ المصري. يعني مثلا اي حد من هواة التواضع يستطيع ان هو يدخل او يقوم بزياره للمكتبه ويتعرف عليها، ممكن يقدر يخش على موقع حضرتك ويدخل على القسم الخاص بالتواضع. هيكتشف احنا عاملين عالم فريد جدا. احنا عاملين لغايه دلوقتي 1000 طابع. كل طابع بنحاول نوثقه من خلال عده اشياء: التوصيف بتاع الطابع، نقدر نقول صدر امتى، القيمه الماديه بتاعته كانت كام، كل البيانات الخاصه بالطابع. يقدر يتصفح مجموعه طابع طبقا التصنيفات بقى السياسيه، الطابع اللي تختص بالحياه السياسيه في مصر، الحياه الاجتماعيه لها تصنيف كمان. بالظبط. خليني اسال استاذ رأفت عن جمعيه هواة التواضع، وهل هي جمعيه بيرجع انشائها لسنوات بعيده ولا هي قريبه حديثه؟ هو حضرتك في شقين، الشق الاول في الجمعيه المصريه لهواة طابع البريد بالقاهره في عبد الخالق ثروت، ودي حضرتك بادئه في العشرينات يعني ايام الملك فؤاد، وفيها كمان كان مشترك فيها باشوات في هذه المرحله، وانشقت عنها كان الاول ليها فرع في اسكندريه، فانشقت عنها جمعيه خاصه بالاسكندريه اسمها جمعيه هواة طابع البريد بالاسكندريه. ودي عدد اعضائها كبير؟ بالظبط كده، وليهم اشتراكات شهريه بيدفعوها، وفي نفس الوقت ليهم اوقات تبادل، لينا معارض خارجيه وداخليه، بالاضافه ان كل واحد متخصص في الهوايه باشكال مختلفه، يعني ما بيقفش عند حد جمع الهوايه كطابع فقط لا غير، لكن بيدخل على المرحله التثقيفيه بالنسبه للطوابع. بالنسبه للهاوي لما بيشترك معانا في الجمعيه بياخد دوره تثقيفيه من خلال احتكاكه بناس عندهم خبره من سنين، بيتعرف على تاريخ الطابعه المصريه منذ انشائها سنه 1866 لما اصدر الخديوي انشاء البوسطه المصريه. مين رئيس مجلس الاداره يا فندم؟ بتاع الجمعيه الخاصه بالاسكندريه؟ هو في القاهره الدكتور شريف السمر، في الاسكندريه هنا الدكتور مجدي سليمان. طب خليني اسال حضرتك استاذ عبد الوهاب، هل يتم تصنيف المشتركين او المترددين عليكم في القسم الخاص في مكتبه الاسكندريه من هواه واتجار، ولا اي حد ممكن يبقى موجود معاكم ويطلع على كل ما هو جديد ويعرف ذاكره مصر المعاصره؟ هو الموقع متاح لكل الناس، اي شخص عايز يعرف معلومات عن الطوابع او على الموقع فقط، لكن ما فيش زياره ميدانيه؟ لا هو يعتبر ديجيتالايز، يعني حاجه خاصه بشبكه الانترنت يعني. لكن الامر ما يسلمش الا ان احنا بنسمح لو في بعض الاشخاص عندهم اهداءات من الطابع عايزين يقدموها لمكتبه اسكندريه، فاحنا بنكون شاكرين جدا ليهم. لو في بعض الاشخاص بالظبط بيبقى فكره التبرع للمكتبه. يعني حاجه مش اشخاص بتستفيد بيها، ولكن المجتمع ككل، وليس لا مش سكندري، المكتبه يعني مناره للعالم ككل والعالم العربي كحاله خاصه يعني.
خليني أسألك أستاذ رأفت عن الإتجار والهواية. هناك فرق كبير جدا في هذه المسألة. في ناس بتتكسب وبتعيش على الإتجار في الطوابع البريدية، وفي ناس تانية بتهواها، يعني ناس تنفق من مدخراتها على هذه الهواية، وأكم لنا هوايات ننفق عليها ولا نأخذ منها شيء. الفرق ما بين الاثنين؟ هو حضرتك الفرق بالنسبة للهاوي القديم اللي كان عنده مجموعات منذ زمن، فاحنا بنعتبر الشعار الأساسي لطوابع البريد ثقافة واستثمار وادخار. فالطابع او مجموعه الطابع اللي الواحد اشتراها مثلا من 30-40 سنه غير اللي هيشتريها دلوقتي. فمع تطور الزمن بيبقى الواحد بعد ما يبقى هاوي محترف بيبقى عنده مجموعات زياده، فبالتالي يا اما يتبادل بيها يا اما يبيعها. فمن هنا تنشا فكره التجاره. والتجاره بيبقى متعارف عليها ما بين الهاوي وما بين التاجر، ليها اسعار مخصصه ومميزه، بمعنى ان ما بقاش فيها مغالاه، لان دي لا ده مقتنيات خاصه. يعني افرض حضرتك ان انا عندي حاجه وانا بقدرها شخصيا انها مثلا بسي رقم كذا، مسألة عرض وطلب قد لا ما انا هقول لحضرتك ملاش قواعد يعني. لا بالعكس ليها قواعد، لان اصلا ليها كتالوجات عالميه. احنا بنمشي حسب المنزلات العالميه اللي بتنزل المجموعات المصريه كل سنه. ايه اللي احنا شايفينه مع بعض على الشاشه دي؟ قول لنا بقى. هو حضرتك ده مجموعه بلوك اوف 4 لمعهد افتتاح معهد فؤاد للصحراء. واخد بال حضرتك؟ دي المجموعه يرجع الى في العشرينات حضرتك. دي في سنه 26. حضرتك يا استاذ عبد الوهاب عندكم زيها في المكتبه بالتوزيع؟ بالفعل احنا عندنا المجموعات دي كلها اغلبها، يعني احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا اكثر من 1000 طابع متناولين شتى الفترات التاريخيه، من عهد الخديوي اسماعيل لغايه الفتره الخاصه برضه مقدمه من بعض الشخصيات. اغلبها اهداءات. اغلبها قول لي حضرتك ده اللي احنا شايفينه ايه يا استاذ رأفت؟ دي تابع المجموعه اللي هي بتاعت افتتاح معهد فؤاد للصحراء. دي مجموعه مكونه من 3 طوابع، من الطابع اللي فات اللي هو ال 10 مليم وال 22 مليم وال 30 مليم. دي هي المفروض المجموعه في عرف الهوايه بتبقى 3 طوابع فقط لا غير. لكن هنا المجموعه دي مجموعه مميزه اسمها مجموعه بلوك اوف 4 كورنر، يعني كل شيت من الطوابع بيبقى ليه 4 تركان. فالركن اللي موجود هنا بياخد الرقم بتاع السنه ذات نفسه. شايفه ادوات كتير جدا مع حضرتك، في مكبر وفي زي ميشه كده. هو حضرتك تسمحي لي بس بالنسبه لاي هاوي مبتدئ او محترف لابد يكون عنده الادوات الاساسيه دي، الا وهي الملقاط او الجفت. وهذا الجفت او الملقاط ليه مواصفات خاصه عشان تمسك بيه الطابع، لان لو مسكته بايديك ممكن يتني يتكسر ويقلب ثمنه على طول. واخد حضرتك؟ فمن الاساسيات زي الجراح بيبقى له ادوات، الهاوي بتاع الطوابع ليه ادوات. اول حاجه الجفت، والجفت لما الانسان بيتدرب عليه بيبقى سهل جدا، لان بيبقى في عنده حوافظ لحفظ هذه الاشياء. مجرد ما هو بيمسك الجفت ممكن تكون مجلدات، ممكن تكون البومات. وبعدين تخصصت دلوقتي الهوايه بقت بتجيلنا من بره حاجه اسمها لايت هاوس الماني، بتبقى معالجه ضد الصدى، وخصوصا ان احنا عندنا في اسكندريه نسبه الرطوبه عاليه جدا، فالطابع بتنشف. طب ايه اللي اخضر اللي حضرتك؟ دي الاخضر دي المفروض مسطره لقياس شرششه الطوابع، يعني هنا دي حضرتك بس دي نوع من الدعايه عاملاها احدى شركات الطوابع على اساس ان المسطره بتبقى بلاستيك صغيره. فدي كلها المقاسات بتاعت الطابع، بنحط الطابع بنشوف مقاس الشرشره بتاعته، والعدسه المكبره عشان طبعا حضرتك بتبقى عايزه تشوفي ادق التفاصيل في الطابع. ليه ساعات بيبقى في اخطاء اصلا في الطابع ذات نفسها ما بيبقاش غير المتخصص. بالظبط كده. استاذ عبد الوهاب ايه رايك في الاتجار في الطابع على الانترنت؟ انا اعتقد ان السؤال ده يجاوب عنه الاستاذ رأفت بشكل عام. حضرتك الميل بتاعكم او التعارف كله عندكم في المكتبه على الانترنت، فمن المفترض ان اكيد بيجي لك ايميلات حد هو فعلا لا بيجي لنا حالات ان الناس بتعرض انها تبيع الطوابع بتاعتها او المقتنيات بتاعتها. بس زي ما قلت لحضرتك احنا كجهه بتاخدوا حضرتك ممكن تبيع بعض المجموعات الخاصه بيك على الانترنت؟ شيء عادي، لان دلوقتي النت سوق مفتوح. بمعنى ان هي في الدول العربيه لو انا بعت له مجموعات من مصر هضطر اخد مجموعاته من قطر من السعوديه من البحرين، انا محتاج برضك اكمل لان بجمع من ولاء العالم. وفي نفس الوقت انا مش تاجر بحت، انا بالعكس ده انا هو من الدرجه الاولى. فهوايتي من الدرجه الاولى لا تتوقف عن ايه ده يا استاذ رأفت؟ معلش اسفه ده حضرتك فيرست دي كفر او مظروف خاص بالمعرض الزراعي الصناعي سنه 49. وبالمناسبه
دول 5 طوابع. بما فيهم اللي هو اله النيل او هبه النيل، اللي كان الصوره بتاعته محطوطه على ال5 جنيهات المصريه ايام الملك فاروق. استحمل سذاجتنا في بعض الاسئله اللي احنا هنسالها لحضرتك في الوقت الاخير وفي الاونه الاخيره. بنلاقي ولادنا واصحاب ولادنا كلهم عمالين يقولوا لنا الجنيه اللي فيه نصف دايره كده ذهبي ده بيتباع ب 25 جنيه. هو حضرتك ساعات بتطلع اشاعات واشاعات ليس لها صح، لان اولا الهاوي المحترف او التاجر المحترف بيعرف كل الاصدارات قبل ما بتصدر، يعني بتجيلنا نشرات بالاصدارات المعمليه بالظبط كده. بنعرف الاصدارات شكلها ايه الاول. فكون ان هو احنا شايفين اللي قدامنا ده حفل زفاف. دي حضرتك حفل الزفاف بتاع ده ملكي للملك فاروق. ده الزواج الثاني للملك فاروق ونبيمان سنه 51. وبالمناسبه ده نازل البطاقه دي نزل لها طابع اخضر بردك بنفس المناسبه، ونازل لها فيرس دي كفر من عده جهات مختلفه. يعني ممكن مثلا كان اشخاص ليهم السلطه في مصر زمان هم يطلعوا فيرس دي كفر ويختموه من البوسطه. يعني مثلا كان الجريج واليونان كان متخصصين قوي في الطوابع. بالاضافه ان الهاوي ما بيقفش عند حته ان هو بيجمع البطاقه فقط، ده ممكن يعمل هيستوري قصه عن الموضوع دوت. ان البطاقه في نوعين تاريخيه. لا غير كده، البطاقه ليها نوعين، ليها نوع في صمغ مثلا مصفر شويه وصمغ ابيض، ده اختلاف وده طالع ومثبوت في الكتالوجات العالميه. ده مثلا الطابع اللي فات ده كان فيه منهم ضمنهم الطابع بتاع الزواج الملكي بتاع فاروق وفريده اللي هو فئه 10 مليم، اللي هو ال5 مليم اللي هو البني اللي تحت ده. طالع برضك بنفس الزواج الملكي سنه 38 الطابع فئه الجنيه، وده من الطابع الغاليه جدا لان كان في الوقت ده صعب جدا ان حد يستخدم فئه الجنيه على مظروف يبعته. ايوه. يعني كان المبلغ يعني مثلا 5 مليم 10 مليم 50 مليم 30 مليم. خليني اسال الاستاذ عبد الوهاب عن اهميه توثيق الطوابع بالتاريخ. الطوابع بتقدم لنا منجم ذهبي لمعرفه كل احوال المجتمع المصري اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. هضرب حضرتك مثلا كان حصل فتره من فترات ازمه سياسيه بين مصر وبريطانيا، زي ما حضرتك عارفه كان مصر قامت بالغاء معاهده 36 وبدات تطالب بالجلاء القوات البريطانيه عنها. ففي اثناء مفاوضات خاصه بالجلاء سنه 1947 كانت مصر بتعرض القضيه بتاعتها على مجلس الامن. فالمندوب البريطاني قدم في وسط الاحداث دي الطابع اللي مصر اصدرته بمناسبه الاحتفال بمعاهده 36 وتحدث عن فكره ازاي احنا كشعب مصري او الحكومه المصريه بتطالب بالغاء هذه المعاهده مع انها اصدرت طابع بالاحتفال بالمناسبه دي. فكان ده انه يشكل مشكله سياسيه بين مصر وبريطانيا. يعني حدث بتوثقوه تاريخيا وتعرفوا اسبابه وتداعيات كثيره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. بقي سؤال واحد ولضيق وقتنا وهو ايه موضوع الجنيه ابو جمالين؟ هو حضرتك هو مش موضوع، ولكن الجنيه الجمالين ده بعد تأسيس الديكريت المؤرخ أصلا بإنشاء البنك الأهلي المصري سنة 1898. طب عليه إيه يعني أو في إيه؟ هو حضرتك ملوش حاجة، هو أصلا بكام طيب دلوقتي؟ هو حضرتك مش هنقول أسعار لأن هو أصلا السعر العالمي اللي محطوط ليه غير الأسعار اللي بتاعت السوق، بمعنى إن هو مثلا الكتالوج العالمي محطوط له $5000 مثلا 5000 دولار ولكن اسعار السوق الحاليه غير كده خالص. وبعدين لا اكتر، ليه؟ لان ابتدت تطلع اشاعات ما بين قطاع كبير من الناس اللي ما يعرفوش حتى الهوايه. الجنيه ده اول جو الجنيه اصدر سنه 1899 فصدر، هو طبعا ملوش علامه مائيه وللاسف الشديد يعني زور هذا الجنيه، وفي ناس بتحاول تخدع قطاع كبير جدا من السذج، وخصوصا اللي هم اللي في الارياف اللي بيجي يقول لك انا معمول لي عمل على جنيه الجمالين والكلام ده كله، ودي اسطوره الناس متعايشه بيها لغايه دلوقتي. طب معمول له عمل على الجنيه ده هيعملوا له ايه يعني؟ ما هو حاجه، ما هو الدجال بيبقى عارف كل الاحداث اللي موجوده، لا كل الاحداث. هو طبيعي هيشيل مثلا الجنيه ب 50000 ب 75,000 مثلا اسعار مبالغ فيها جدا. طب وبعدين بعد ما اشتراه طبعا الدجال هيضطر يبيع باي سعر. لكن مين يستفاد؟ شريحه معينه من الوسطاء اللي بيحاولوا يجروا يروجوا للموضوع ده. لكن هو ندرته ان هو طبع منه كميات قليله واستهلك طبعا. لكن هو موجود منه نماذج استثمار وموجود منه حاجات متداوله، انا مسكته عنها اكثر من مره يعني. انا بشكركم جدا، وان شاء الله يكون لنا لقاءات كثيره عديده حول هذه الهوايه الجميله، وكل التقدير لكم وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا جدا.
مش أي كلام، مش أي كلام. أعزائي المشاهدين كده انتهت حلقتنا في كلام الليل، لكن الحقيقة الوقت مر بسرعة جدا معاكم، وده لأن الأوقات الجميلة اللطيفة اللي فيها أشياء مفيدة بتمر سريعا. كل التحية لأسرة الإعداد والإخراج والتصوير في استوديو الهواء وزميلي العزيز محمد الأشقر. شكرا لك يا أمل، والشكر الخالص لكم أعزائي ولهذه النجوم التي لا زالت حتى هذه اللحظة تتلألأ مجددة أنه لا زال هناك كلام. إلى نوال لقاء جديد نطالع فيه هذه السماء التي أحمد كثيرا أننا نلقاها في شهر رمضان. كل عام أنتم بخير، وإلى لقاء، عفوا إلى كلام.